بنروح في اي حتة دلوقتي بقوا بيتعمدوا يبهروا ولادنا بالكاندي واشكاله والوانه والاطعم المختلفة فيه. ده طبعا غير انكوا عشان تشتروا ربع كيلو بس من الكاندي عشان يكون نوع كويس للولاد، شوفوا بقى هتدفعوا فيه قد ايه. انا عملته في البيت اكتر من ربع كيلو وما استخدمتش فيه غير مكونين بس. كل اللي احتاجته بقى باكت واحد من الجيلي، اختاروا اي نوع ونكهة تحبوها، حليته بمعلقة صغيرة من السكر، ممكن كمان نحط عسل بدل السكر، و3 معالق صغيرين من الجيلاتين. بيتباع باكيتات واظرف في كل مكان، يعني متوفر وهتلاقوه بسهوله. نص كوبايه ميه وهبدا اقلب وارفع على النار لحد ما كل حاجه تدوب، السكر والجيلي والجيلاتين اللي انا حطيتهم يدوبوا كويس جدا. هسيبه بقى يهدى من السخونيه القويه اللي فيه ده، مش يبرد، يهدى بس من كميه الدخان اللي طالع دي. واي بقى قوالب سيليكون عندي باشكال مختلفه اقدر ان انا احط فيها الجيلي. مش متوفر القوالب دي، القوالب السيليكون دي، اقدر ان انا استخدم القوالب بتاعه التلج اللي بنحطها في الفريزر عادي جدا. همسحها مسحه كده زيت بسيطه بمنديل، واقدر ان انا اصب فيها الكاندي بتاعي علشان اطلعها بسهوله بعد كده. شوفوا بقى باكت الجيلي الواحد انا صبيت منه كميه كاندي قد ايه، اكتر من ربع كيلو حرفيا على الميزان. وانس انكم صبيتوا الجيلي كده هتلاقوه بدا يمسك نفسه قبل ما يدخل التلاجة. حتى عايزينه بقى يمسك نفسه اسرع هتدخلوه التلاجة 10 دقايق تقريبا في التلاجة بالظبط، وهيطلع بالقوام ده ومتماسك ومش بيسيح بقى خالص تاني، ماسك نفسه كويس جدا، قوامه جيلاتيني جدا جدا. يعني شايفين بلعب بيه ازاي، وبيتقطع فيه مطة حلوة قوي، مش بيتقطع ماسك نفسه قوي، لا هو حقيقي نفس قوام الكاندي اللي بتشتروه من بره، انضف واحسن وتحت ايدينا وتحت عينينا. وعملته للولاد وساعدوني كمان فيه وكانوا مبسوطين جدا جدا. تقدروا كمان تعملوه جزئين، يعني لونين. تقدروا اول ما تصبوا الجيلي في القوالب، اول ما يبدا يمسك نفسه شويه بس تقدروا تصبوا عليه اللون التاني على طول، هيطلع جزئين وملون. انا كده خلصت ابسط واسهل وصفه ممكن تفرحوا بيها الولاد وتكونوا راضيين وهم بياكلوها ومبسوطين. متاكده من سهولتها وبساطتها انكم هتقوموا تجربوها. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.